بسم الله الرحمن الرحيم. هذه باش نعطيكم المعطيات اللي صارت في قضايا الإرهاب في الجسرين. نبداو بسي مصباح العسكري. معنا إنسان تونسي غيور على البلاد بتاعه، اكتشف برشا حقائق عن قرب وعن كسب. نبداو أولا بسي مصباح العسكري. فمرحبا بك. مصباح العسكري شكون هذا يا سيدي؟ عرفه في طلايا حرس تقليل قصر. وشنو يعمل على الحدود هذا سي مصباح العسكري؟ بإعاز من رئيس الفرقة نتاعو الملازمة والعيش المصري تاع قصر، يتعمد يخرجوا شاب جروب للمراكز الحدودية اللي تبدأ عنا الخدمة، يخليه يعود يبات في نفس المركز اللي باش يبات فيه. يتعمد يغادر المركز، يمشي يبات في مركز آخر بعيد عن الحدود. يعني ايش فيك غادرت الحدود؟ شوف هكا الجواب المقنع، المركز ما فيش رزو. يعني فرقة كيفاش؟ يقول لي هو حتى بيده المركز ما فيش رزو. يقول لي شنو اللي تعدى ليلتها هكا هو. وشنو حكاية بنادق السيدة ذي اللي عمل فيهم سي مصباح العسكري؟ فك نقولوا احنا فك الانفلات الامني. هاك البنادق الصيد 5 يبيعوا فيها في قدام المارشي سنترال تاع قصر 120 البندقية. كل بريد يجي من القصرين يخدم يدخل 3 4 5 بنادق يدخلهم للفرقة نتاع الكوموندو تاع قصر، يدخلهم خلفه. هذه قابلة للتطوير. خذا طيلة الثورة كمية كبيرة، وين يجي يخدم يشري زوز 3. وعرف وضعي العيش النصري في باله. وكيفاش فق بيه اللي هو مترف السيدة دي؟ منين تم مداهمة سفارة أمريكا في تونس، نلقاه فرحان يحكي هو رئيس الفرقة ذي العيش النصري، ويحكي من أحزامه وتعاملوا لهم هكا وهكا. وشنو هي حكاية هذه؟ قلت لي خنق سقراط في مداهمات. باهي أنا نعرف يكيب تاع مداهمات ضد إرهابي اللي هو العمري اللي تضرب في بن قردان ومات مجروح في صفاقس، يسكن وراء حبس بوزيد. جاءت تعليمات إقليم قفصة، يلزم يخرجوا حظيرة تاع كوموندو. الحظيرة تاع كوموندو ما قلش من 5 6. سير الملازم العايش من النصر رئيس فرقة كوموندو قصر يغالط إدارة قال معاني 30، والحال هو خرجنا ب3 من الناس. سايق وانا شاف جروب وثالثنا اللي عرفوه مصباح العسكري. كي بدينا نعملوا في المداهمات على الديار، انا فقرت الشارع ما نعرفوش سيبيرو كقولي. معانا العقيد مروان جباب مدير الاقليم، ومعانا الرائد طارق الجندوبي. كيف نعرفوش. كي بدينا ننظموا على الديار وقتها، نظموا دار المواطن ونخلوا دار الارهابي، نظموا دار المواطن نخلوا دار الارهابي. المجموعه اللي خدمت باهي اثناء المداهمات رجعونا تو بالعكس، قالوا لنا ها هي دار الارهابي العمري. كي دخلنا دار الارهابي شدينا بندقية صيد اللي كيما اللي يشري فيها مصباح هذيك، نلقوها متطوره ولا الدوس هذا سقراط، نلقوا ازياء نظاميه وتيوني دي كومبات وبروت كانات، نلقوا سيديات، نلقوا اورديناتور، نلقوا تصاور نساء امنيين وبناتهم واولادهم وصغارهم باش يغتالوه. اثناء المداهمات نقزت علينا امراه كمنقبه، يعمل لك مصباح هذايا يتنطر. نتلفتنا قال خانق واحد كاقولي اللي تضحم بعد اسمه سقراط الشامي الله يرحمه. كملتش المهمة من غادي، روحنا المقر الطلايا نتاع بوزي اللي احنا فرقة قصر. اثناء الاستراحة نتاعنا ضرب التليفون 76. الو شكون معايا؟ قال لي معاك الرئيس طارق الجندوبي. مرحبا بك سيد الرئيس. قال لي معك هو رئيس المنطقة. قال لي بربي يعطيني اسم العون اللي معك. اكلي الطاول على سقراط وخنقه تحت خنقه معناتها وما تعرفش مع واحده منقبه. قلت له هل اعرفه مصباح العسكري؟ الى حد الان في مصباح العسكري لا جاني في الموضوع. وشنو اللي صاير ماشي نعرف. باهي سي مصباح العسكري هذا شقيق شكون هو؟ منير العسكري. شكون سي منير هذا؟ اللي متورط في احداث بير علي بن خليفه. وين يخدم هذا؟ وتوقف في إدارة الإرهاب في العوينة.
يمتلك شاحنة أوام ويسكن في جبل السلوم القصرين ويخدم في معمل أجر في بولعبة ويتم اغتيالك الزملاء. وانت ممتاز المعمل غير معبي بالسلفية، السلفية جهادية.